السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة حلوة بسيطة وخفيفة. مبدئيا كده هيكون معانا اي بسكوت سادة او بسكوت شاي انتي حباه او اي حاجة متاحة عندك. هنجيب نص كوباية من الحليب البارد، وهنجيب كيسين من الكريم شانتيه، هنضيف عليهم كوباية مية ساقعة كده من التلاجة، وهنضربهم لما تكون كريمة معانا. هنبل البسكوت وهنعمله كده. وطبعا الوصفة دي ناس كتير عملتها، بس انا النهاردة عاملاها لمناسبة عندي، مناسبة حلوة وجميلة، وطبعا بستناها كل سنة، بس الظروف اتغيرت والظروف حكمت ان ما تكونش في تورتايه النهاردة. وهقول لكم ايه هي المناسبة. في الاول كده بنجيب البسكوت بنبله كده في اللبن، وهنعمل طبقة من البسكوت كده ارضية، وهننزل بطبقة عليها من الكريمة زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. هننزل بشرايح مانجا كده على طبقة الكريمة، ايوه كده، وهنرجع تاني نعمل طبقة من البسكوت. وطبعا الطبقات اللي انتي بتعمليها البسكوت بالطريقة دي لما بتكون اكتر من طبقة بتبقى حلوة وجميلة، بتبقى زي الكيكة الدايبة في البق كده وانتي بتاكليها. ايوه كده، طبقة البسكوت معانا خلصناها، هننزل بطبقة الكريمة. حلو سهل وخفيف وبسيط، وهو ده اللي انا هعمله النهاردة في المناسبة بتاعتي. طب ايه هي المناسبة بتاعتك؟ هقول لكم ده مناسبة عزيزة على قلبي قوي، وكانت اول فرحتي. هننزل بطبقة تالتة من البسكوت كده، ودي اخر طبقة معانا من الكريمة. هنفرد الكريمة كده على الوش ونسويها كويس بقى كده، ونحاول نظبط الشكل كده ونخليه متساوي. ايوه كده. اخر حاجة هننزل بيها المانجا، وهننزل بطبقة المانجا كده كده. خلاص، جل تلميع لو متاح هنديله ايه وش بجل التلميع كده نلمعه ايه المانجا. مش متاح هناخد الجيلي كده، هناخد نص الكيس او اقل من نصه كمان على كم معلقة مية، وهنلمع بيه كده. طب ايه لزوم الجل ده او الجيلي؟ علشان لون المانجا ما يغيرش معانا ولا يسود معانا. بس كده خلصنا الحلو بتاعنا وما خدش معانا حاجة. هندخله الفريزر نص ساعة لو مستعجلين عليه، ولو مش مستعجلين معاكوا ساعة 2-3 في التلاجة زي ما تحبوا. بس ده مش الحلو، دي المكرونة. انا النهاردة عيد ميلاد ابني، وحبيت افرحه واعمل له حاجة بسيطة، وبما ان الظروف مش سامحة ان انا اعمل تورته وعيد ميلاد زي كل سنة، فحبيت اعمل له الحاجة اللي هو بيحبها. عملت له مكرونة بشاميل بالفراخ، وعملت له الكيكة الجميلة دي اللي بالمانجا. هي مش كيكة قوي، بس حاجة حلوة، بسكوت وكريمة ومانجا، وعملنا حلو خفيف لذيذ. طبعا كان نفسي اعمل له عيد ميلاد كبير عشان هو اول فرحتي، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وطول ما احنا كويسين وبخير فدي عندي بالدنيا كلها. بصوا كده، ايه رأيكم في طبقات البسكوت مع الكريمة والمانجا؟ ايه رأيكم؟ حلو خفيف وبسيط، وكان لازم اعمل له حاجة يفرحه، حاجة يفرح بيها وما يفتكرش ان انا عمري انساه. هي دي كانت وصفتي النهاردة واكلتي. اشوفكم على خير في اكلة جديدة ووصفة جديدة في رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.